طول عمري مؤمنة إن الجثث ساعات بتوصل للأحياء رسالة بطريقتها الخاصة، لكن اللي هحكولكم النهاردة ده كان الرعب فيه زيادة عن حده، وعمري ما هنساهم. أنا صباح المغسلة، أيوة شغلتي أغسل الجثث. ورثت الشغلانة دي عن أمي الله يرحمها، كانت بتعمل كده لله. كنت بروح ساعات أساعدها وأنا صغيرة، ولما كبرت لقيتني مقطوعة من شجرة. أهلي كلهم توفاهم الله، وربنا ما كتبليش الزواج، فكان لازم أشتغل عشان أعرف أعيش وأصرف على نفسي. وبما إني ليا خبرة في موضوع تغسيل الموتى ده، فاشتغلت في مستشفى حكومي. أحكي لكم على طبيعة شغلي في المستشفى بالظبط. ساعات بيدخل المستشفى جثث ملهاش لا أصل ولا فصل، ولا حد بيجي يتعرف عليها. الجثث دي بتنزل الدور الأرضي في المغسلة، وأنا اللي بغسلهم، وبعد كده بيدفنوا في مدافن الصدى. ولو الجثث دي ليها أهل، فالمستشفى بتاخد منهم مبلغ رمزي، وبنسلم الجثة للأهل بعد كده. ولو في شبهة جنائية مثلا زي قتل أو اغتصاب، فبتتشرح الأول، وبعد كده بتتغسل وبتتسلم للأهل